في الفيديو ده هقول لكم ازاي تطلعوا اي بقعه زيت موجوده في البناطيل الجينز بطريقه سهله جدا من غير ما تاثروا على اللون الاساسي بتاعت البناطيل الجينز بتاعتكم. صلوا على النبي بقى وتعالوا معايا. دي بقعه الزيت اهيت، وهحاول ارشها بالميه وهحاول انشفها بالمكوى عشان تصدقوا ان ديت بقعه زيت. وكمان هنشفها اهوت بالكفر التفلون الحراري اللي انا بعرضه. عبال بقى المكوى ما تنشف الميه ديت، عاوز اقول لكم دي الفرق ما بين الكفرات اللي معروضه في السوق وما بين الكفر التفلون الحراري الاصلي اللي انا بعرضه لكم. الكفر احنا بنطلبه من الشركه بمواصفات معينه، وده احدث اصدار نازل للكفر ده، وبالشكل ده مش هتلاقوه في اي مكان تاني. كمان الخامه بتاعته بتكون محمله عشان تقدر تستحمل اعلى درجه حراره موجوده في المكوى، وكمان تقدروا تكووا بيها اي ملابس من غير ما تلمع او تتلسع منكم او تتحرق منكم. متاح شحن لاي مكان في مصر. طلب اوردر ابعت لنا على الواتساب. هنجيب بقى اي حاجه عندنا فاضيه وهنحط فيها شويه ميه صغيرين على قد البقعه كده، وهنحط عليهم شويه خل ونقلبهم في بعض، وناخد بالمعلقه ونحط مكان بقعه الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى هنجيب اي سائل غسيل اطباق احنا بنستخدمه، بناخد منه نقطه بس وبنحطها مكان البقعه، وبنجيب فرشه اسنان ناعمه وبندعكها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبنستنى لمده دقيقتين. لو احنا مستعجلين ممكن نشطفه بشويه ميه على السريع كده، او لو عايزين نغسل البنطلون كله بنحطه في الغساله. هجيب بقى المكوى واحاول انشف اهوت مكان بقعه الزيت عشان تشوفوها بعد ما راحت. ما تنسانيش بقى بدعوه حلوه وتعمل لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لاكتر عدد من الناس تقدر تستفاد وناخد ثواب سوا.